السلام عليكم جمهور الحبيب. اكتشفت ان انا قلت لكم ان انا المفروض ان هنزل كل يوم فيديو حل مشاكل، وبصراحة بقالي 13 يوم ما نزلتش فيديوهات، وبقالي حوالي شهر ونص ما نزلتش روايات او شهر ما نزلتش روايات. تمام. اخر رواية نزلتها اسمها رواية قبل وداعها، حبوا اسمعوها عشان حابة اضيفها لكم في اخر الفيديو. المهم يعني ان احنا جالنا شوية مشاكل هنحلها، وقلت لكم ان انتوا لما بتكتبوا مشكلاتكم في كومنت او كده ده اللي بيخليني ان انا انزل فيديوهات حل المشاكل او اهتم بالموضوع، لان بيبقى في عدد كبير كاتب حل مشاكل او كاتب مشكلة او كده. لكن لما بلاقي تعليق اتنين مش بهتم بصراحة، فسامحوني، بس دوت يعني مش هعمل فيديو عشان مشكلتين. فبحاول على قد الطرق ان انا اعمل لكل المشاكل اللي بتيجي. تمام، فسامحوني يعني. فنبدأ بأول حاجة معانا. بصوا، انا كنت بحب شخص والشخص ده سابني، تمام، وبعدين رجع وسابني، واخر مرة رجالي قعد يعيط ويقول لي انا ندمت وكده، بس انا كنت رافضة. بس الصراحة انا بحبه، في نفس الوقت خايف علشان بيسيبني. تمام، هو رجع، بس انا داخل في حياتي شخص والشخص ده بيحبني، بس انا مشاعري متلخبطة وكده، وانا بحب الشخص اللي رجالي والشخص هو بيحبني، فمشاعري متلخبطة. فممكن تقولي اعمل ايه؟ طيب، بص يا ستي، انت بتعملي زي الولاد ما بتعمل، زينا احنا بالظبط كده. لما بنعمل احنا بنعمل ايه؟ اول لما نحب بنت والبنت دي تسيبنا، وش كده على طول بنشوف بنت تانية ننسى بيها البنت اللي بنحبها. تمام. طيب، هل بنحب البنت اللي احنا البنت التانية؟ لا، احنا بناخدها نظلمها بس كده. دي بتبقى اكتر بنت مجروحة، واحدة اتاخدت عشان يتنسى بيها حبيبته الاولى. تمام، فده اللي انت عملتيه بالظبط. انت فركشتي مع واحد سابك، تمام، والشخص ده بعد ما سابك واحد تاني جالك ارتبطتي بيه. تمام، مش فارقه بقى هو اللي عرض عليك او انت اللي رحتي له. انت الفكره ان كنت مرتبطه بواحد، ما خدتيش استراحه، ما خدتيش هدنه، ما قعدتيش تفكري مع نفسك، لا، هي هوبا واحد تاني جه فارتبطتي بالواحد التاني. هي هوبا المعلم الاول اللي كان سابك، تمام، هو سابك عشان هو ارتبط بغيرك. عودي نفسك، الولد لما بيرتبط ببنت ما بيسيبهاش، الولد لما بيحب بنت بجد ما بيسيبهاش. انا كنت كده، انا ولد وليا اصحاب كتير كلهم ولاد. تمام، انا مش ماليش صاحبه بنت الحمد لله، كلهم ولاد، بس انا بقول لك الزتونه يعني كلنا كولاد. لما بنسيب البنت اللي بنحبها دي، ده معناه ان في بنت تانية او بنت تالتة او بنت رابعة. فعودي نفسك ان هو سابك يبقى كان بيكلم غيرك. طب ليه رجع؟ عشان مش لاقي غيرك دلوقتي. تمام، هو دلوقتي مش لاقي بنات يكلمها. صاحبه مصطفى بيكلم اميرة، وصاحبه محمد بيخرج مع صفاء، وهو قاعد زي الكلب البلدي مش لاقي بنت تبص له. تمام، فافتكر ده كان في واحدة اسمها كذا، كان اسمها ايه. انا هبعت لها رساله وخلاص. تمام، فهو ده بيبقى احساسنا وقتها، اللي هو كان في واحده مركونه كده في سله الزباله، نروح ندور في سله الزباله نطلعها. هو انت اللي كنت في سله الزباله. انا مش بقول لك كده عشان تزعلي، انا بقول لك كده عشان تحسي بقيمتك، تحسي ان انت بنت المفروض تحافظي على نفسك. فالشخص اللي رجالك ده من رايي، تمام، بنقصه، عيط عشانك، اتأثر عشانك، وقال لك والله العظيم انا بحبك، وغلاوة ام انا بحبك. انا مفيش حد دخل حياتي وحبيته زي ما حبيتك، وعيط وتشحتف زي كده. اعرف ان هو بيحاور، وان احنا ممكن نعيط دراما عادي. تمام، ممكن نعملها عادي. تمام، لو انت فارقه معاه قوي كده وعيط عشانك ما كانش سابك. فنصيحه من اخ تفكك منه خالص، تمام خالص. والنصيحه التانية اللي هقولها لك، تفكك من الشخص التاني لان انت مش بتحبيه، انت خدتيه عشان تنسي بس حبيبك الاولاني. فانت تفكك من الاتنين، تقضي لك 3 4 5 6 شهور، تمام، ومش بهزر بجد، تقضيها تركزي في دراستك ومستقبلك. شوفي ايه اولوياتك، رتبي الحاجه واحد اتنين تلاته. يعني انا مثلا اولوياتي السفر، تمام، انا اول حاجه بخطط لها السفر، بس مش هينفع اسافر غير وانا معايا شغل يجيب لي فلوس وانا مسافر. فهنا الاولويه مش السفر. شوف، انا برغم ان اهم حاجه عندي السفر، بس مش هينفع اسافر غير وانا فاتح مشروع يصرف عليا لا قدر الله لو سافرت ومش معايا فلوس. فانت برضو محتاجه ان انت تقعدي مع نفسك لوحدك تظبطي اولوياتك، واتمنى ان كلكم تعملوا كده، مش البنت اللي عندها المشكله بس. قد ايه انا جامد في حل المشاكل. طيب، مش قادره اطلع حد من عقلي. بصي، بلوكات، بلوكات. مش قادره اطلع حد من عقلك، بلوكات. تمام، وكلمي اصحابك كتير، اشغلي وقتك. الفكره كلها ان الوقت اللي انت قاعده بتفكري فيه انك تشغلي وقتك او تعملي حاجه تانية غير غير الحاجه اللي انت بتفكري فيها. يعني انت دلوقتي قاعده بتفكري مثلا فيا، تمام، امنعي تفكيرك ده بان انت تدخلي مثلا تتفرجي على فيلم، على مسلسل، تلعبي بابجي، الحاجات دي. يعني كلمي اصحابك، هزري مع اصحابك. وانا كنت بنسى كده لما بنت كانت ترتبط بيا وتخزوقني، ده سابقا، الحمد لله ما بتخزوقش دلوقتي، وانا صغير يعني لما كنت بتخزوق واتاثر واتدمر وكده، كنت بروح اخرج مع اصحابي، لان انا كنت عارف ان اصحابي هم اكتر ناس هيخرجوني من المود اللي انا فيه. طيب، بنت خالي اللي كنت بعتبرها اكتر من اختي كان فرحها اول امبارح، وكنت بشوف فيديوهاتها وصورها زي الغريبه ويمكن اقل. طيب بص يا ستير كل،
عودي نفسك ان الحياة اولويات، تمام، ودرجات، تمام. ناس بتفارق ناس. انت مثلا في ابتدائي، تمام، بتتعرفي على ناس في ابتدائي بقوا صحابك جدا وفي فصل واحد وهكذا. هلا هوبا تدخلي اعدادي بيبقى معاكي ناس تانية غير اللي انت اتعرفتي عليهم. في الابتدائي بالحب كده وقت التقديم اي حد مع اي حد عادي، اسامي عشوائية كده مع بعض، صفاء مع علا مع محمد مع خالد، اسامي مع بعض بالحب كده. معرفش يغيروا النظام ده ولا لا. في اعدادي لما بتدخلي اعدادي بتلاقي ان الناس بالترتيب الحروف، تمام. فالناس اللي كانوا معاكي في ابتدائي ما بقوش معاكي في اعدادي، تمام. فين بتشوفوا بعض في الفسحه بس، ما بقوش صحابك زي الاول، ما بقوش الناس اللي اتربيتي معاهم 6 سنين وقعدتي معاهم 6 سنين وهكذا، لا بقوا ناس تانية غريبه. فبقى تركيزك كله في الناس اللي معاكي في الفصل. نيجي بقى للثانوي، تبداوا بقى تنفصلوا اكتر واكتر واكتر. تلاقي نفسك دخلتي كلية مثلا ثانوي عام، في اللي دخلت صناعة، في اللي دخلت تجارة، في اللي دخلت ايا كان بقى، انا مش عارف الاقسام بصراحة يعني، تمام. انت الحياة بتجبرك ان انت تبعدي عن الناس، لازم تتعودي على كده، تمام. هنا هوبا تدخلي كلية تلاقي نفسك مثلا الناس اللي كانوا معاكي في ثانوي ما بقوش معاكي، دي دخلت آداب، دي دخلت تربية، دي دخلت ألسن، دي دخلت حقوق، دي دخلت تجارة، وانتي في كلية تانية غيرهم خالص، أو ممكن تكوني في معهد وهكذا. أو ممكن حتى مجموعك ما يجيبش الحاجات دي كلها وتقعدي في البيت وما تكمليش. فالحياة دايما بتعودك ان انتي تبعدي عن الناس، ده شيء مش بإيدنا، ده شيء إجباري واحنا كلنا لازم نتعود عليه. صاحبك دلوقتي هيبقى بكرة صاحب غيرك، صاحبتك دلوقتي بكرة تبقى صاحبة غيرك، أو في نفس اليوم ده تبقى صاحبة غيرك، صحابك هيبقوا صحاب ناس تانيين، ده عادي ودي سنة الحياة، مفيش في أي اختلاف. أنا عن نفسي بكلمك وأنا بسجل الفيديو ده، أنا كان ليا مثلا 10 أصحاب، صحاب دول بقوا صحاب ناس تانيين عادي جدا. هل أنا زعلت؟ لأ، لأن أنا عارف إن دي سنة الحياة. أنا دلوقتي مش فاضي ومشغول وعندي أولويات، وهم عندهم برضو وقت فراغ وعايزين يقضوه، فبيشوفوا ناس تانيين يقضوا معاهم وقت الفراغ. فده عادي جدا وطبيعي، متزعليش خالص، متضايقيش خالص، تمام. وما تتعشميش في حد خير يعني، تمام. عيشي حياتك، خلي الاولويه هو انت، متزعليش عشان حد. عندي اعجاب بكام واحده، مش عارف اختار واحده فيهم. بص يا صاحبي، انا من رايي لما كنت في المرحله دي في الاخر بتحصل خازوق يعني. انا ارتبطت ببنتين مع بعض الاتنين طلعوا اصحاب، أو انا كنت عارف ان هم اصحاب بصراحه لان انا مرتبط بيهم في الدرس. فارتبطت بواحده عشان كان عينيها خضرا، والتانية عشان كانت جريئه حبتين، وانا بحب البنات الجريئه. فارتبطت بالاتنين، لقيت الاتنين طالعين واخديني من الدرس، اسلام تعالى عشان عايزينك، ووقفوني على السلم اختار واحده بينهم، وكان شكلي حاجه زي الزفت واتخانقت مع الاتنين. فانا ما انصحكش ان انت تتسلى باتنين او تختار الاحسن فيهم او كده. انت اقعد مع نفسك وشوف قلبك ميال لمين، والقلب الميال بتروح له. انت مثلا ميال لدي تروح لدي، ميال للتانية تروح للتانية. الفكره هنا ان انت ما ترتبطش بواحده، تمام، وتكمل مع التانية، هي واحده بس اللي بتختارها. عشان بس الذنب اللي هتحس بيه او الدعوات اللي هتديها عليك البنت التانية دي لو كملت مع دي ودي يعني، عشان في ولاد بتعمل كده. عصبية خطيبي دايما في مشاكل ما بيننا، وحاليا برضو بسبب العصبية دي حصل مشكلة، السبب فيها كان دايما بالنسبة له. لكن بصي انا مش فاهم ايه المشكلة قوي يعني، بس هي الفكرة عن العصبية. بصي يا ستي، لو حبيبك عصبي ما ينفعش تتجوزيه، تمام. لازم يتخلص من العصبية دي الاول. انا عن نفسي عصبي جدا، بس انا لما بتعصب انا يستحيل ان انا مدي ايدي على شريكة حياتي. يعني مثلا مع خطيبتي حبيبتي مراتي مستحيل ان انا اعمل ده، انا منفصل، تمام. يعني مثلا ممكن الشاشه دي مثلا نفترض انها ب1000 جنيه، انا ممكن اكسر الشاشه ب1000 جنيه بس ما اضربهاش، اللي هو يا ستي سيبيني في حالي، وممكن اكسر حاجه قدامي لكن ما مديش ايدي عليها. يعني عصبيتي في حاجه ماديه، اللي هو حاجه هتتعوض بالفلوس. لكن ان انت تخافي مني او ان انت تبقي عايشه معايا وبتسمعي كلامي عشان خايفه مني عشان انا عصبي وبضربك وبشتمك وبهينك، لا، ده خرجنا كده من حته ان انت بتسمعي كلامي عشان بتحترميني، وتحولت العلاقة لان انت بتسمعي كلامي عشان انت خايفة مني. فالعصبية دي ليها حلول، تمام. يقعد مع نفسه وتتفقي معاه ان العصبية دي ما تتكررش او يقلل منها. طيب هل هو دي طبع اسلام والطبع ما بيتغيرش؟ ما اعتقدش ان خطيبك بيقدر يتعصب على ظابط والظابط بيقول له هات رخصك ويشده على التخشيب، تمام. ما يقدرش يتعصب على ابوه، ما يقدرش يتعصب على امه، تمام. في ناس ما بنقدرش نتعصب عليهم كده، لان لو اتعصب على ظابط هيشد على الاسم قلمين هيروقوا، تمام، ويشدوا على التخشيبه. على الاب والام دول السبب في وجودنا يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى. فانتي خليه يحطك مع الناس دول قولي له حطني مع الناس دول. قال لك ده طبعه ومش طبعه الجو اعرفي لا، ان هو متعمد ان هو يكون عصبي معاك عشان لما يتجوزك يعمل فيك اللي هو عايزه براحته. ماشي.
اعتقد كده ان احنا خلصنا المشاكل. ومعلش انا ما نزلتش ستوريات، طبعا انا كنت بنزل ستوري على الانستا واجيب الناس اللي عندها مشاكل واجاوبها في فيديو هنا. فانا هستناكم تكتبوا مشاكلكم في تعليق. جات لي فكره حلوه ان انا اعمل رابط صراحه على الانستا، تمام؟ بيبقى فيه مشاكل كده ما ينفعش انها تتحكي، حتى لو انت عملت اكونت فيك او كده ما ينفعش، بتبقى مرعوب انك تحكيها، بتبقى حاجه ما ينفعش انها تتقال، او انت بتبقى عايز تحكي مشكلتك ومحدش يعرف ان انت صاحب المشكله. فانا بفكر ان انا اعمل لكم رابط صراحه واضيفه لكم، تمام؟ وبرابط الصراحه دوت تدخلوا بقى تكتبوا المشاكل بتاعتكم فيه. يعني الناس مش في، يعني دي مشاكل عاديه دي تتكتب في تعليق عادي. يبقى في مشاكل فيها خجل، حاجات ما ينفعش انها تتحكي، تمام؟ حاجات خارجه شويه يعني عن المألوف، فدي بيبقى محتاجه الصراحه. فانتوا اكتبوا لي في التعليقات هل ابقى اعمل لكم رابط صراحه ولا لا، انا ما عنديش مشكله. الحاجة التانية ان انتوا هتلاقوا في اول تعليق برنامج اسمه روايات الكاتب اسلام محمود، ده هتلاقوا فيه كل الروايات بتاعتي. الرواية دي رواية هدوء، تمام؟ دي سعرها 50 جنيه، والرواية دي سعرها 50 جنيه. دي فيها ورد الجزء الأول والتاني، الاتنين دول سعرهم 100 جنيه، وفي 50 شحن، يبقى الاتنين سعرهم بالشحن 150 جنيه. طيب انت عايز تقرأ الروايتين دول من غير ما تدفع فلوس، هتدخل هتحمل البرنامج اللي في أول تعليق، هتلاقي فيه رواية ورد الجزء التاني دي عليها إعلانات، انت لازم تتفرج على الإعلانات. أي رواية هتلاقي الروايات مكتوبة، كل الروايات اللي أنا كتبتها مكتوبة، وهتلاقي الروايات صوت، تمام؟ البرنامج فيه كل الروايات، حتى لما بفتح بث مباشر بكتب لكم اشعار كده، وابعت لكم اشعار: يا شباب انا لايف دلوقتي مثلا على اليوتيوب، انا بث مباشر دلوقتي على الفيس، انا بث مباشر على تيك توك، تمام؟ فانت بتدخل بتلاقي كده ايه الحسابات الكاتب، تمام؟ او حسابات التواصل، بتضغط عليها وبتختار تضغط على اي حاجه منهم، مثلا فيس، انستا، تيك توك، يوتيوب، بيحولك على اللايف على طول اللي انا فاتحه او كده. فاتمنى ان انتوا تحملوا البرنامج، هتلاقوا فيه الروايه دي اجمل روايه انا كتبتها في حياتي، دي اكتر روايه انا بحبها. وهتلاقوا في برضو ورد الجزء التاني لو عايزين تعرفوا بقيه الحكايه، او لو عايزين تشتروا الروايتين ممكن تحمل البرنامج برضو، رجاء شخصي، ولما تحملوا تقيموا من 5 وتكلمنا على الرقم دوت تقول لي يا كاتب عايز اشتري روايتين وبس كده.